النهارده جربت كل المنتجات الجديده من عند ايسنس وعملت بيها الميك اب ده. كان فيها حاجات بصراحه تحفه وروعه، وتعالوا كده اوريكم منتج من المنتجات الجديده اللي نزلتها ماركه ايسنس، واللي اسعارها حلوه والكواليتي بتاعتها تجنن، ولايف تيست لكل المنتجات دي مع بعض. يلا بينا. اول حاجه نزلتها ايسنس هو المنتج ده، والمنتج ده عباره عن ليب ماسك كده بيتحط على الشفايف علشان يرطب. بصوا القوام بتاعه، تحسوه كده عامل شبه الزبده، بصراحه حلو جدا. فانا هنرطب بيه شفايفي لحد ما نخلص الفيديو ونشوف. ريحته كمان حلوة جدا، ريحته خطيرة. انا بصراحة كنت جايباه علشان انا كنت شاكة ان القوام بتاعه زي اللانيش ده اللي هو غالي جدا وسعره لا يقارن بيه، وهو تقريبا نفس القوام بس اللانيش اخف شوية. بصوا انا مخلصاه ازاي، ده خطير. بحطه قبل ما انام، بصحى الصبح شفايفي كأني شاربة 6000 لتر مية. فاعتقد ان ده بديل حلو ليه بصراحة، نفس الاحساس على الشفايف بالظبط بالظبط. بعد كده عندهم المرطب ده، والمرطب ده بيجي على شكل سيروم كده زي ما انتم شايفين، وشفاف. المفروض ان هو ممكن نستخدمه للترطيب سواء قبل الميك اب او سواء في الترطيب في الايام العاديه، وقوامه كده شفاف زي ما انتم شايفينه. وتعالوا نجرب الترطيب بتاعه. وده اسمه هالو جود ستاف، ومفروض ان هو بالالوفيرا وفيه كمان هايلورونيك اسيد. وده شكله. اسعار الحاجات دي كلها انا حطيتها في الفيديو اللي فات اللي كان فيه مشتريات، هسيبه لكم تحت الفيديو ده في الديسكريبشن بوكس، وكمان هيطلع لكم فوق عشان لو ما شفتوش وعايزين تعرفوا الاسعار روحوا الفيديو التاني، هتلاقوا كل الاسعار وكل الحاجات والاماكن اللي انا اشتريت منها الكلام ده كله. انا بما اني عايشه في المانيا فانا اشتريتهم من دي ام وروزمان، فالاسعار كلها هتلاقوها في الفيديو التاني اللي هيطلع لكم هنا، وكمان هسيبه لكم تحت. بعد كده بقى ايسنس منزلين البرايمر ده، وده برايمر بيتحط تحت العين. المفروض ما كنتش رطبت تحت عيني، فخلوني امسح كده بسرعه قبل ما ينشف المرطب، لانه ده برايمر المفروض ان هو بيرطب تحت العين كويس قوي قبل الكونسيلر. ودي حاجه جديده بصراحه، انا مشفتهاش في اي براند تانية ان هم يكونوا منزلين حاجه مخصوصه او برايمر مخصوص يتحط تحت العين علشان الكونسيلر ما يطلعش كده فيه خطوط او يطلع تحت العين شكله جاف جدا وعامل قلق على تيك توك. فحابه ان انا نجربه معاكم النهارده. بيطلع كده شكله زي الستيك، عامل زي الواكس مثلا. ايه ده، الله! احساسه تحت العين حلو قوي، انا متوقعتش كده خالص. شايفين اللمعه؟ يا رب تكون باينه عندكم، بس احساسه ناعم وساقع غريب مع انه ما كانش في التلاجة. اعتقد ان انا هحبه. الحاجه الوحيده اللي انا قلقانه منه فيها ان هو ممكن يزحلق الكونسيلر او يخليه مش مستقر في مكانه. لو ما عملش كده بجد هيكون تحفة وهياخد مني 10 من 10. فهنجرب دلوقتي على طول الكونسيلر. وبالنسبة للكونسيلر الجديد اللي انا جبته من ايسنس فهو الكونسيلر ده. الكونسيلر ده بصراحة انا مش عارفة اذا كان هو جديد ولا لا، بس هو بالنسبة لي انا جديد، انا اول مرة اجربه، واعتقد ان هو بقاله كتير. وبيجي كده اوتوماتيك كده، المفروض ان احنا نعمل كده علشان يطلع. والدرجة بتاعتي رقم 20 ناتشرال بيج. ودلوقتي نحطه تحت العين عشان انا عايزه احطه واسيبه ينشف شويه وبعدين افرده. وده شكل الكوريكتور اللي احنا هنجربه على العين التانية، وهم منزلين منه 3 الوان. منزلين اللون الاورنج اللي زي كده علشان يداري الهالات لو كانت هالات اللي عندك لونها يعني غامق بني، ومنزلين لون اخضر علشان يداري لو عندك حبوب حمراء او مشاكل لونها احمر في الوش. وكمان تقريبا منزلين لون تالت اللي هو البينك، دي للناس البيضة قوي والفاتحة جدا اللي بتحتاج بس حاجة بسيطة تحت العين عشان تداري الهالات بتاعتها. فدول ال3 الوان، وانا طبعا اخترت بما ان هالاتي لونها بني اجيب اللون الاورنج واجربه. وبصراحة متحمسة له جدا لان انا كان نفسي من زمان قوي ايسنس تعمل كوريكتور، واخيرا. خلونا كده نسيب بس دي تريح شوية وندمج الناحية دي الأول. الكونسيلر تخطيطه خفيفة جدا، يعني أنا حاسة إن هو ما خفاش أي حاجة خالص. في هذه الأثناء أنا مش هسيبكم كده تهربوا مني. أول حاجة لازم تعملوا لي لايك على الفيديو أرجوكوا علشان الناس تشوف الفيديوز بتاعتي، لأن أنا عندي إحباط شديد من اليوتيوب، وحاسة إن أنا مش عايزة أكمل فيه، لأنه ببساطة حتى اللي بيتفرج على الفيديو ما بيحاولش حتى ان هو يدوس لايك، مع ان اللايك دي حاجة يعني فور فري. معرفش ايه المشكلة. please show me
شويه سبورت صغيرين، واعملوا لي بس لايك على الفيديو علشان يعني ناس تانية تشوف، بس مش اكتر من كده. على فكره اللايك مش بيجيب لي اي حاجه خالص، ما بيعمليش فلوس ولا اي حاجه، بس بيخلي الفيديو ناس اكتر تشوفه، ويعني هو ده اللي انا بتمناه. ماشي. بعد كده بقى هنتكلم على المنتج اللي مكسر التيك توك هنا في المانيا والناس كلها بتتكلم عليه، هو البرونزنج دروبس دي. البرونزنج دروبس دي المفروض ان هي بديل لماركه غاليه جدا اسمها دراج اليفنت. هحط لكم صورتها هنا، وسعرها حاجه و30 يورو، ودي بس سعرها حوالي 4 يورو، فالفرق فظيع في السعر، يمكن 3 وشويه كمان. الدروبس دي المفروض ان هي بتديكي كده اللوك التان، كانت وقتها في الصيف، بس في ناس بتحب تعمل الحركة دي صيف وشتاء. وكمان الدروبس دي بتكون حلوة قوي لو انتي عندك فاونديشن فاتح عليكي جدا، ممكن ان هي تظبط لك الدرجة بتاعته. بصوا عايزة اقول لكم ان البرونزنج دروبس دي مجننة كل الاجانب، يعني الاجانب كلها بتتكلم عليها، يمكن عشان هم بيض، بس في ناس كتير قوي بتحب اللوك البرونز دي حتى لو هم مش بيض، يعني حتى ممثلين وكده بيتجهوا قوي ان هم يعملوا اللوك بتاع البرونزنج افكت ده. مش عارفه، انا مجربتوش قبل كده بصراحه، بس هي عامله لون برونزي حلو يعني. بصوا الشكل، بصوا الفرق. الكونسيلر ده مش عاجبني خالص. اوكي، فهنجربه بقى هنا تاني. انا مش عارفه ليه حاسه الفيديو ده هيفشل، عندي الاحساس ده قوي جوه، يعني حاسه ان انا بعد ما اصور هيطلع الموبايل مثلا ما بيصورش، هيطلع الكاميرا مش مظبوطه، هيطلع الصوت مش موجود، او حاسه ان في حاجه هتحصل، مش عارفه ايه هي. بصوا الكوريكتور عامل فرق في الحقيقة رهيب، يعني الحتة دي قلب على رمادي جدا جدا، ودي مظبوطة قوي، يعني في فرق فظيع في اللون بسبب الكوريكتور. فالكوريكتور ده فظيع وهيبقى حلو قوي قوي. فانا هرجع تاني ازود منه حتة صغيرة قوي هنا، وبعد كده هدمجها واحط عليها تاني كونسيلر عشان تبقى العينين شبه بعض. خلونا بعد كده بقى نخش على المنتج اللي بعديه، وهو البرونزر. انا عارفه ان احنا استخدمنا دلوقتي برونزنج دروبس، لكن هنستخدم كمان البرونزر الجديد بتاعهم، واللي هو عامل شبه الستيك كده، وده كان نازل منه درجه جديده، بس انا عندي الدرجه القديمه فمحبتش اجيب الدرجه الجديده، بس هو نفس الحكايه وانا بحبه جدا. بصوا لونه بجد حلو قوي، وينفع بقى برونزر وينفع كمان كونتور. فاحنا النهارده هنعمل كده كونتور للانف بطريقه مختلفه شويه. هنعمل كده في النص، هنبتدي بقى نظبط حوالين البرونزر ده. هو الفاونديشن ده خطير، بيعمل لمعة حلوة جدا جدا، بس المشكلة بتاعته حاجة انا استخدمته وقلت عليه حلو قبل كده، هو فعلا حلو، بحس ان هو مع الاستخدام الكتير ممكن يطلع لك حبوب. يعني لو انت تستخدميه كل يوم كل يوم كل يوم هتحسي ان وشك ابتدى يبقى فيه حبوب، فحاسة ان هو المشكلة دي منه، بس مش متأكدة 100% بصراحة. بس الايام اللي انا بستخدمه فيها كتير بحس ان وشي بيطلع له حبوب. فاللي جربت الفاونديشن ده بتاع ايسنس وعمل معاه حبوب تقولي، علشان يبقى كده المشكلة كومن يعني وكلنا زي بعض، فهتأكد ساعتها انه منه. بس هو بصراحة كفينش وكأداء على الوش كفاونديشن خطير. المكان يا جماعة اللي هو مكان البرونزر مع البرونزنج دروبس حلو قوي بصراحة، حلو جدا. انا عرفت ليه الاجانب بيحبوه، لانه ده بيديهم شكل حيوي كده للوش. ودلوقتي لاكتر حاجة انا متحمسة اجربها في الفيديو، وهي الباودر الجديدة بتاعة ايسنس. وايسنس بصراحة المرة دي ابدعت وعملت باودر يمكن مش موجودة عند اي براند تانية، اول مرة اشوفها. وهي الباودر اللي فيها الثلاث الوان، شفنا البينك والبيربل من عند شي جلام، وكمان شفنا اللون اللي هو البيتش من عند هدى بيوتي. فالماركات دي كلها عامله ضجه بالوان الباودر اللي هي عاملاها، فجت ايسنس بقى وجمعت الثلاث الوان دول في علبه واحده. والجديد اللي عند ايسنس بصراحه ان هو تقدري تستخدمي كل لون لوحده، يعني مش شرط ان انت تدمجيهم كلهم. يعني انت النهارده مثلا عايزه تستخدمي الباودر البينك تقدري، فاهمه؟ مش لازم بيتلخبطوا جوه، لان هم معاهم زي ما انتوا كده شايفين الغطا ده، والغطا ده بتقفلي بيه على الالوان التانية وتقدري تفتحي على لون واحد بس. وبنحط بعد كده الغطا، وممكن ان احنا مثلا البيربل نستخدمها او البيتش او البينك.
فانا بالنسبه لي البيتش والبينك بحبهم قوي تحت العين، والنهارده هجرب لكم واحده بينك وواحده بيتش. البيربل يا جماعه انا بشوفهم بقى على الانستجرام وكده، الناس اللي بتعمل الدعايه بتاعت شي ان بيقوموا مستخدمين الباودر البيربل دي او اللي هي الليله اللي لونها موف، بيحطوها تحت العين، وده مش صح لانه الدرجه اللي هي دي معموله علشان تصحح اللون الاصفر. لو عندك فاونديشن مثلا لونه اصفر عليكي قوي وعايزه تصححيه يبقى تستخدمي معاه باودر لونها موف. اما دي بقى هي الباودر البينك، وزي ما انتم شايفين كده يا رب يكون باين عندكم لونها بينك قوي، مش زي الحاجات التانية اللي الواحد بتتعود عليها. يعني بتاعت شي جلام انا بحبها جدا، بس البينك بتاعها افتح من ده بكتير، بينك بينك يعني حقيقي. بصوا الفرق، خطيرة حلوة، بس هي مش بتنور قوي تحت العين، بس بتخلي تحت العين ناعم جدا. فخلونا بعد كده نجرب اللون البيتش. طبعا تقدري تخلطي الثلاث الوان عادي، تنزلي منهم كلهم في الغطا وتخلطي، يعني مفيش مشكله. حلوه بس حاساها افتح من البينك. بعد كده بقى عندنا ده منتج جديد علشان الحواجب، وده عباره عن براو فيكسنج ماسكارا، يعني ماسكارا بتثبت الحواجب، ونازله جديده عند ايسنس، ودي بقى انا متحمسه قوي اجربها علشان اشوف كده تثبيتها عامل ازاي. هي بتيجي شفافه، لانه الماسكارا بتاعت ايسنس الشفافه القديمه لو تفتكروها لونها كان ازرق شفاف كده، كانت بشعه، فاتمنى دي تبقى حلوه. على الناحية التانية هستخدم قلم الحواجب ده من عند ايسنس قبل الماسكارا، عشان نشوف الماسكارا لو كانت من غير حاجة تحتيها، ولو كانت في حاجة تحتيها هتعمل ايه. هنا بقى بعد ما ينشف ده خالص هنرسم بعد كده فوقيه. والمنتج اللي بعد كده هو الليكويد بلاشر ده، والليكويد بلاشر ده بصراحة خطير. ليه؟ لانه هو انا جربته قبل كده، وهو بديل بتاع شارلوت تيلبري، وطلع نفس الباكج كمان بالظبط، اللي هو احنا بنلف كده وبنبص حته، يا رب ما يطلعش حته كبيره، فيها اون واوف اهو، بصوا. وبعد كده بنحطه ونشوف شكله، واو، بيندمج في ثانية. بصوا في ثانية اندمج، وبصراحة مش عامل اي باتشز ومش معلق في اي حتة، حلو جدا. هعمل كده رسمة في العين بسيطة علشان نكمل الميك اب ويكون ليه شكل كده حلو، فهروح ارسم اي شادو بسرعة واجيلكم. دلوقتي هنجرب المنتج اللي بعد كده، وهو الايلاينر الجديد ده برضو من عند ايسنس. والايلاينر ده عجبني فيه ان هو كده ستامب الناحيه دي، المفروض ان احنا بنحطه كده. خلاص عملنا الوينج، وهو ده اللي انا متحمسه ان انا اجربه، فخلونا نشوف هيبقى بالسهوله اللي بيقولوا عليها ولا لا. والناحيه التانية بقى بصوا، بعد ما بنفتح كده عشان انا عندي جفن مبطن، فبتلاقي حته مقطوعه كده شويه هنا. الايلاينر خلص. لا مش حلو، لان انتي صعبه قوي تظبطي الارتفاع بتاع الناحيتين زي بعض، حاسه ان هي حاجه صعبه جدا. مش عارفه، هديله فرصه تانية على تيك توك فهجربه تاني، وانا مش عامله اي رسمه في عيني، ونشوف. فاصلح الاول اللي انا عملته ده وارجع لكم. ودلوقتي جه وقت الشفايف. بعد ما حطيت الرموش، وزي ما قلت لكم هجرب الايلاينر مره تانية على تيك توك، فتابعوني على تيك توك وانستجرام، هكتبهم لكم هنا علشان تتابعوني هناك، عشان دايما بعمل ريفيوهات وحاجات كتير قوي قوي، وتقريبا كل يوم بنزل حاجه، فلازم تروحوا تشوفوني هناك. بعد كده نازلين هما الجوسي بومبز دي، وعباره عن مرطب للشفايف، هحطه كده فوق التاني عشان نشوف. واو، شايفين؟ يا لهوي ريحته حلوه جدا، ريحته تحسوها جريب فروت مثلا. اللمعة بتاعتها خطيرة، ده 1,000,000 من 10 من غير ما اتكلم. انتوا شايفين شفايفي عملت ازاي؟ انا اسفة على الاضاءة جدا. بس كده حلوين، ده كان شكل الميك اب اللي احنا عملناه بالمنتجات الجديدة.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا واتسليتوا. ما تنسوش قبل ما تمشوا من الفيديو تعملوا لي لايك، عشان بليز ان محتاجه الفيديو ده الناس تشوفه ومحتاجه ان هو يوصل لغيرك. فلو عايزه تساعديني في الموضوع ده بس اعملي لي لايك واكتبي لي تحت كومنت تشجعني، وتابعوني كمان على تيك توك وانستجرام هسيبهم لكم هنا علشان هنجرب فيهم حاجات جديده، وكل يوم بنزل فيهم هناك فيديوهات جديده. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.